ركز معايا، كل كلمة بنسمعها بتعدي على فلتر جوه عقلنا، والفلتر ده مش ثابت، اتكون من تربيتك، من خوفك، من جروحك القديمة، من اللي اتقالك وانت صغير. علشان كده نفس الكلمة ممكن تضحك حد وتبكي حد تاني، وده مش علشان الكلمة نفسها، بس علشان معناها جوه كل واحد فينا مختلف. انت بتسمي الفشل ده نهاية، حد غيرك ممكن يسميه بداية جديدة. انت تسمي الضعف عار، غيرك ممكن يشوفه لحظة صدق وإنسانية. انت تسمي الوحدة عقاب، وغيرك يسميها وقت للسلام مع النفس. فالموضوع كله في التسمية، في الاسم اللي احنا بنديه لكل حاجة. العقل بيترجم وراه شعور، والشعور ده بيتحول لواقع. يعني لو سميت التعب ده نقمة، هتعيش تعبان وشايل الهم وناقم. لكن لو سميته بقى تحدي، هتتعامل معاه على انه امتحان مش عذاب. الكلام ليه طاقة، بس طاقته مش من حروف، طاقته جاية من الترجمة اللي احنا بنعملها جواه. علشان كده قبل ما تقول أنا فاشل، اسأل نفسك، هل فعلا هي دي الكلمة الصح، ولا دي كلمة اتزرعت فيا من زمان وصدقتها من كتر التكرار؟ وليه مهم نسمي الأسماء بأسمائها؟ علشان نعيش صح، لأن اللي بيعيش بتعريفات غلط هيمشي في طريق غلط، ويحس بمشاعر مش بتاعته، ويعيش حياته كلها تحت تأثير كلمات مش من اختياره. كل حاجة ليها اسم، بس السؤال، هل انت اخترت الاسم ولا حد سمهولك؟ هل انت شايف الواقع من عينيك ولا من عيون حد تاني حطلك عدسة سودة؟ الوعي بيبدأ من هنا، من انك توقف وتراجع كل تسمية، تراجع المعاني اللي بتدور جواك كل يوم، وتبدأ تعيد التسمية من جديد، تعيد البناء، تعيد الحياة.